تربية الأطفال، العلم أثبت إن الأطفال اللي مش متربيين مع أبوين سويين، هما الاتنين سويين، ما بيطلعوش كويسين. مهما كان أسرة البنت قالوا لا أنا هاخد ولاد بنتي وهربيهم أحسن من تربية ودخلهم مدارس انترناشونال وأعمل وأخلي، وأسرة الراجل قالوا نفس الكلام وجابوا كل حاجة للولاد، الولاد مش هيطلعوا سويين. دي نظريات وأبحاث وعلماء اتكلموا في الحاجات دي وأثبتها العلم. ما تجوش انتوا تغيروها النهارده بالعاطفة، العاطفة ما بتغيرش حاجة ومش هي الصح. لازم الولاد يتربوا بين أبوين سويين. حط تحت كلمة سويين دي مليون نقطة. طيب لو كانوا مش سويين، يعني بينهم مشاكل وبيجرحوا في بعض بيطلعوا عيوب بعض، ايه اللي هيحصل؟ يا ريت اعرف اراء حضراتكم. ايه اللي هيحصل ساعتها؟ هيكون الطلاق افضل ولا الاستمرار مع ابوين في عناد مستمر افضل؟ شاركوني بارائكم، فعلا محتاجه ارائكم.